أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من أيام الأسبوع. النهاردة بمشيئة الله تعالى الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023. والحقيقة أنا في زيارة لحبيبي الغالي وأخويا المحترم جدا جدا الأستاذ جمال عبد القادر، حبيبي وأخويا وعشرة طويلة. ولما علمت إنه رجله هو ماشي كده انتنت، الحمد لله نحمد ربنا نشكر فضله. ودايما نقول المؤمن مصاب، الحمد لله نشكر فضله ونحمده على ما يجيبه من اي شيء. فانا موجود دلوقتي عشان اطمن حضراتكم عليه. هو الحمد لله كويس، قعدت معاه واتكلمنا وتمام التمام، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب. الكلام ده تقريبا من 4 ايام، ربنا يتمم شفاه على خير يا رب. حبيبي يا استاذ جمال، اهلا بيكم، الله يبارك فيكم، ونحمد الله ونشكر ربه على كل اللي يجيبه، وبطمن كل اللي شافني وكل اللي يعرفني ان انا بخير والحمد لله، وقدر الله ما شاء فعل. والمؤمن منصاب، وده ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى علينا، ولابد نبقى راضيين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الحمد لله، والف الف سلامه عليك. الله يبارك فيك والله يحفظك ويسترها معاك. يعني هي فرصه حلوه وفرصه مش حلوه، يعني ان انا جاي لك في ظروف زي ديت. يعني كان المفروض ان انا اجي ازورك في ظروف احسن، ولكن الحمد لله ده نحمد ربنا ونشكر فضله. كل اللي جه ربنا كله خير. بالظبط. لا، المؤمن منصاب، طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وبيبتليه. بالظبط. كل مسلم مبتلي. بالظبط. فاحنا نحمد ربنا على السراء والضراء. الحمد لله. واللي ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا بيوعدك بتجيلك كارثه او اي شيء، وانت اول صدمه ليك وتقول الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، يعني ما انا انصبت في ابني اللي هو توفاه الله. بالظبط. والحمد لله ورضيت بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، واحمد ربنا الحمد لله. اخر الاحزان يا رب العالمين. واللي يشوفني ويعرف ابني شعيب يقرا له الفاتحه، وهو امواتنا واموات المسلمين اجمعين، يا رب تغمدهم بالرحمه والسلوان يا رب العالمين. يا رب الله يرحمه يا رب، وتعيش وتفتكر الله يبارك اخر فيك الاحزان. الله يبارك فيك وطبعا برضو بتيجي مناسبه حلوه بنبارك لك. الله يبارك فيك في ابنك صهيب، ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين، ويكون عوض لاخوه واخواته يا رب العالمين. يا رب عموما انتم اطمنتم على الاستاذ جمال عبد القادر، والحمد لله هو كويس واتكلم اهوت وزي الفل. انا شاكر افضالك على راسي من فوق، انت وكل اللي يشوفوني ويدعوا لي، جميلكم على راسي من فوق، ربنا يبارك فيكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب العالمين. يا رب. فالرجاء من حضراتكم الدعاء له بالشفاء العاجل يا رب العالمين، وتحياتي لكم والف سلامه عليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.